حبايبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة عصير مغذي وجميل جميل جميل جدا، هيغذيكي ويغذي ولادك كده، وبجد بجد الفيتامينات بتاعته عالية. الافوكادو ده بجد من احلى حاجة. ان شاء الله هنعمل العصير النهاردة معانا بطريقتين مختلفين. بصي معايا ثمرة الافوكادو اهو، انا جايبة نص كيلو، حوالي 3 وحدات ب65 جنيه. جبته قشرته زي ما انت شايفة كده، بيتقشر بسرعة جدا يعني. هخرطه كده زي القلقاس، اي تخريط عشوائي كده. تمام. معايا بقى لبن وسكر، بجد مغذي جدا، وخشي هتلاقي فوائده عالية جدا جدا، وهيعجبك جدا جدا جدا. والكوباية العصير دي بنشربها بره بقد كده، فانت تعمليها في البيت من غير اي حاجة. معايا السكر بتاعي، معايا اللبن بتاعي، هحط الافوكادو معايا في الخلاط، ومعايا السكر. حابة تعمليه بعسل مفيش مشكلة، انا ما كانش عندي عسل عملته بالسكر. ادي حطيت الافوكادو معايا في الخلاط، حطيت معايا السكر على حسب الكميه اللي انا عايزاها، وحطيت. هو بيشرب على فكره، يعني الثمره اللي انا حطيتها الواحده دي ممكن تاخد 3 كوبايات معاكي لبن. بص تقيل قد ايه وجميل قد ايه، بجد بجد في منتهى الروعه ومنتهى الجمال عصير الافوكادو، وبتشتريه من بره بمبلغ وقدره. هنعمل بقى ايه برضو من الافوكادو، هنعمل برضو نوع تاني. معايا برتقان، معايا ثمرة افوكادو برضو قشرتها وخرطتها برضو زي ما خرطتها كده، الاتنين مع بعض. معايا عسل برضو او سكر. هنا بقى هنعمله بالسكر وهنعمله بالمية. بصوا انا خرطته بس ايه، اديته خرطة. المرة دي انا سبته بالفواكه بتاعته زي ما انتم شايفين كده، ما فرمتوش قوي.